مصرع 60 مصري الآن فجعة تحزن كل المصريين. تحرك عاجل لعربات الإسعاف وعلاقة غير مشروعة وسيارة فارهة. تفاسير رشوة مسؤول كبير في مصر. وتل أبيب أبلغت مصر أن جيش إسرائيل يؤكد السيطرة على محور فيلادلفيا. تحرك مصري خطير. وخطاب عاجل يكشف في مرض معدي في مدارس مصر. إن المرض المعدي منتشر من بعض مدارس، يعني مش كل المدارس في مصر. والتعليم تصدر بيان عاجل. والحبس سنة والغرامة مليونين جنيها. والحبس سنة. عقوبة بيع السلع الأساسية خارج التسعيرة الجديدة. وتحرك عاجل في مصر لمواجهة سيول شديدة ضربت البلاد وغرق محافظات مصرية. أهلا وسهلا بكم وندعوكم للاشتراك معنا ليصلكم كل جديد. علاقة غير مشروعة. تنظر المحكمة الجنايات في مصر اليوم. تنظر المحكمة اليوما لأول جلسات الأولى لقضية الرشوة معروفة باسم فساد شركة مياه أسوان. المتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الصرف الصحي بأسوان، محاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير محافظة أسوان، مهندس مدني ومالك المكتب للتوريدات. قد تم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ النفس لأداء عمل من أعماله لوظيفته، الإخلال بواجباته. أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوي مبلغ 8 مليون وسيارة فارهة من طراز أوجي. سلم الرشوة من 3 أماكن، هي أمام دار القضاء العالي، أمام كافيه شهير في مصر جديدة، في أحد البنوك الشهيرة، أمام كافيه شهير في مصر الجديدة. كما كشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، والتي دافع عنها المتهم في التحقيقات وقال إنها متزوجها عرفي. رفضت التحريات ووجود 3 مقابلات بين المتهم الأول والسادسة داخل غرفة في فندق بأسوان. لقاء آخر في القاهرة. تل أبيب أبلغت أن الجيش الإسرائيلي يبلغ السيطرة على محور فيلادلفيا. تحرك مصري خطير. أفادت صحيفة ويل ستريت جورنال أمريكية بأن إسرائيل أبلغت صحيفة ويل ستريت جورنال الأمريكية أن إسرائيل أبلغت مصر عزمها علشان منطقة عسكرية للسيطرة على الحدود الفلسطينية من الحدود الفلسطينية المصرية. نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر إسرائيلية ومصرية أنه سيتم في إطار العملية إبعاد العناصر الفلسطينية عن موقع رفح واقع على المحور في جنوب غزة، تشمل معبر رفح. وأشارت الصحيفة إن تل أبيب أبلغت مصر إن قوات الجيش الإسرائيلي ستتمركز على طول الحدود. قالت الصحيفة الأمريكانية إن القادة الإسرائيليين ما فيهم بنيامين نتنياهو يدفعون بالسيطرة على المنطقة الحدودية الذي يطلق عليها الجيش محور فيلادلفيا، الذي يبلغ طوله 13 كيلومترا بين مصر وقطاع غزة، تحت ذريع حركة حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع. تفيد أن حكومة تل أبيب أن هذا الخطة استراتيجية هزيمة حماس
ومنع تكرار هجومها كما حدث في السابع من أكتوبر الماضي. الحبس سنة وعقوبة 2,000,000 جنيه عقوبة لعدم بيع السلع الحقيقية خارج التسعيرة الجديدة. قرر مجلس الوزراء المصري لمن يبيع السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعهم اليوم رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، منها تعديل المادة 71 من حماية المستهلك، قانون 71 من حماية المستهلك، وتغليظ العقوبة على كل من قرر المنتجات والسلع الاستراتيجية المعدة للبيع التداول، وذلك بإخفائها والامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى. والموافقة على العقوبة الغليظة المالية دون العقوبة البدنية، بحيث بعد التعديل لحيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن، وإن الحبس لا يقل عن سنة، والغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه لا تجاوز 2,000,000 جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة. موضوع الجريمة أيهما أكبر؟ أن تضاعف الحكومة العقاب في حالة العودة لنفس الخطأ مرتين، تكون الغرامة ساعتها لا تقل عن 600,000 جنيه. ونصت المادة في جميع الأحوال أن تضبط السلع فالغلق للمكان ومش أقل من 6 أشهر، ومصادرة البضاعة حين تجاوز الحكم بإلغاء رخصته. خطاب عاجل بأن في مرض معدي في بعض مدارس مصر هو انتشار مرض الجدري المائي، وطلبت الوزارة كافة الإجراءات الوقائية، توعية الطلاب بكيفية الوقاية من هذا المرض، باعتبار أن الأمر مهما وعاجلا. من جانبه تحدث شادي زلطة إنه قال في خطابه اتخاذ الإجراءات عشان الأمراض المعدية، وإن قرار قال إن مرض الجدري مرض فيروسي شديد العدوى ويجب الحرص منه، وإن المرض الجدري بيصيب الأطفال بشكل عام وممكن يصيب الكبار أيضا. إن العدوى بتحصل في خلال الفصلين الشتاء والربيع، وإن فترة الحضانة تتراوح من 10 إلى 21 يوما. تشمل أعراض المرض الحمى الشديدة، طفح جلدي على الذراعين والوجه، تحرك عاجل في مصر لمواجهة سيول شديدة ضربت البلاد، غرق محافظات مصرية. شهدت محافظة مصر مطروح الذي حدثت في المحافظة خلال الساعات الماضية. تحركت معدات وسيارات مجلس مدينة مصر مطروح والكيلو 4 والقصر من أجل التعامل مع الأمطار الذي تعرضت إليها المحافظة. المناطق المتضررة وعلى رأسها مناطق الرمل، قصر وحي الزيتون. ووفقا للديان الذي أصدره حسابات مصر مطروح عبر الفيسبوك، فإنه من المتوقع استمرار عدم تكرار الطقس والسحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية. أكد عمرو عبد المجيد رئيس إدارة مرسى مطروح مجلس إدارة مصر مطروح إنه تم الدفع بمعدات منطقة الكيلو 4 من أجل مرافعة كفاءة السدود، زيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من نادي التوي نتيجة شدة السيول، وذلك نتيجة وإن في محاولة لحجز خطورة المياه
حجز المياه وعدم وصولها إلى المنازل. توجيهات اللواء خالد شعيب. شهدت الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق، وإن المناطق اللي متورطة في السيول بتوخي الحذر زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة. كده متابعة الأمور أولا بأول مع التعامل الفوري في الموقف الحالي. مصرع 20 مواطن مصري، فاجعة تعم على مصر بهذا الحادث، وإنها فاجعة تحزن كل المصريين، وتحرك عاجل لعربات الإسعاف، وإنها ظهرت حقيقة الحادث بإن في جثث، وإن في المصابين داخل حيطان الميكروباص لفترة فاقت الثلاث ساعات، وإن الميكروباص أحاطت عليها عربية نقل ثقيل محملة عشرات الأطنان من الأسمنت، إن الميكروباص تحول إلى ثواني لكتلة من الحديد مشوهة في المعالم. 20 سيارة طلعت إسعاف عشان إنقاذ أو إن هي تشوف الحادث دوت وتقدر تنقذه، لكن للأسف العربية كانت منقضة على الميكروباص، وكأنها ترفض إنها تتعاطف مع القتلة اللي جوه الميكروباص. 6 دقايق كانت كافية لوصول أول سيارة من الإسعاف، وإن السيارة النقل الثقيل كانت وكأنها بتتحكم في إن الكلمة العليا صارت لها.